الاغلبيه ديال الناس ما تيبغيوش يخرجوا من المنطقه ديال الراحه ديالهم، لا زون دو كونفور. كتلقى مثلا واحد اللي هو خدام في الشركه، المشاكل يوميا، الجو مكهرب مشحون، الناس اللي خدام معاهم ناس توكسيك، ناس قباحين في التعامل ديالهم، الخدمه ما فيها ما يدار، الصالير ضعيف، ورغم ذلك كتجي عنده تقول له الا خدمتي على راسك واحد شويه تقدر تخرج وتلقى مدخول احسن وحياه افضل، ولكن ما يبدلش. والاغلبيه ديال الناس اللي كيجلس معك في قهوه ولا اللي كيناقش معك وتيقول لك انا كنسيني الفرصه ونبدل وعييت من هذا الشيء، كتقلب كتلقى 15 عام ولا 10 سنين ولا 20 عام وخدام في ديك الخدمه، تيقول نفس الهضره كان تيقولها فاش كان في عمره 20 عام، وقالها فاش 30 عام وهو 40 عام و50 عام مازال تيقول نفس الشيء. النهار اللي تجيني الفرصه غادي نبدل هذا الشيء كامل. ولكن للاسف هاد الهضره هذه هي مجرد اختباء من الواقع، حيت فاش كتعطي شي واحد شي وعد في المستقبل، هادي ندير النهار اللي راكي كتحيد عليك المشكل دابا كتخبع، بغيتي تاخذ القرار كتاخذه اليوم، باغي دير شي حاجه ديرها اليوم. انا ما كنشجعكش تخرج من الخدمه وما كنشجعكش تلاحل شي مشروع اللي انت ما قادش عليه، ولكن كنقول لك الا ما باغيش تبدل في الداخل ديالك فلا ما تبقى تكذب على راسك. ولكن الا كنتي باغي تبدل، الا كنتي باغي تزيد القدام، بدا تخدم على داك الشيء اللي ناويه من دابا، يوميا، شهر، شهرين، 3 شهور، عام، يكون عندك هدف مسطر بالوقت، ان شاء الله غادي تغير حياتك.